وكمان بيتميز انتركونتيننتال انك انت عندك قسم شبه للعرب او للناس اللي بتاكل حلال او الناس اللي ليها طابع عربي زي الارجيله او الشاي او الحاجات اللي شبه التركي شويه او العربي. آه، الحاجات دي كويسه جدا انك انت تلاقي فندق في اوروبا بيقدمها. فندق انتركونتيننتال بودابست مش بس فندق 5 نجوم، دي تجربه فريده بتبدا من اول لحظه بتدخل فيها اللوبي مع الهدوء الراقي وروائح الزهور والخدمه اللي فيها ابتسامه والاطلالات البانوراميه على نهر الدانوب وجسر السلاسل وقلعه بودا اللي بتنور بالليل وبيبقى منظرها تحفه. تفتح الشباك بتلاقي قدامك مشهد كانك في لوحه فنيه ومراكب ماشيه على الميه وطيور بتعدي من فوق النهر، صوت الميه الناعم كانها موسيقى مع الخلفيه. جوه الفندق كل حاجه بتتخيلها وعايزها موجوده، منتجع صحي وسبال للاسترخاء، صاله رياضه مطله على النهر، مطاعم راقيه بتقدم اطباق عالميه مع لمسات مجريه اصيله. على فكره بودابست لما بتحب انك انت تركب مواصلات او انك انت تتنقل من مكان لمكان مش محتاج تأجر سياره او مش محتاج انك انت ترتبط. الفيلا موش او الترام بيقولوا عليه هنا فيلا موش، المفروض ان هو كل مكان بتروحه محطه او محطتين وبتدخل بتذكره مفيش ما بتكملش يورو، بتقعد معاك اليوم كله. تقدر تركب فيها اكتر من 100 مره. ولو ناوي تزور بودابست قريب ما تترددش وجرب انتركونتيننتال، مش هتندم. سلام.